قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، يا ريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب وتعملي فولو على الانستا. هسيب لكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت. بس كده متنسونيش في السبسكرايب واللايك عشان والله بتعب جدا في الفيديو يا جماعه، ويا ريت تعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان ده بيدعمني يحفزني ان اعمل فيديوهات جديده. وبس كده، مش هطلب منكم اكتر من كده، وده طبعا يعني ايه، انتوا ذوقكم بقى، بس انتوا ضميركم يعني. المهم جبت سبونج كده، والنهارده ان شاء الله هنعلمكم طريقه تثبيت البشره في الحر اللي احنا فيه ده. بص، انا حطيت مرطب تمام. كان في عرق كده، بنعرق عادي، احنا بني ادمين طبيعيين بنطلع عرق من وشنا. ف طبطبت عليه بالسبونج. دي كانت اول حاجه ان انا اعملها، ان انا اشيل الميه اللي على وشي بتاعه العرق بالسبونج، وكانت سهله جدا وبسيطه. وكمان شيل معاها ايه المرطب الزياده في البشره. حطيت بقى ايه على خفيف كده، على خفيف زي ما انتم شايفين. انا بثبت اللوز باودر، يعني مش لوز باودر يعني ايه على فكرة يعني. فدي بودرة تركز على الأطفال. حطيت ايه على كل الأماكن اللي بتزيد في وشي، لأن هو بشرتي دهنية صرف يعني، وبالنسبة للناس اللي بتعرق كتير برضو الطريقة دي تنفعها جدا. فأي حد عموما بيحط ميك اب، دي طريقة تثبيت الفاونديشن تمام. يعني هتقعد معاكي وقت كبير جدا، وهتشوف في اخر الفيديو الميك اب كان ثابت ازاي عليا. خدت الكونسيلر ده تغطيته تقيله تمام. فانا حطيت في الاماكن اللي عايزه انور فيها، وما حطيتش في اي اماكن تانية. وخدت منه من تحت عينيا، يعني هو بيفرش، وفرشت بيه على بقيه وشي. فاهمين زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. انا بحب استخدم الكونسيلر ده مؤخرا لانه حلو جدا. خدت الليب اويل ده حطيته على شفايفي زي ما انتم شايفين، اخلي الشكل حلو جدا، وكمان كان مرطبها لي، كان يعني مديها لون، وكمان مرطب شفايفي، فالاتنين كانوا حلوين جدا. يعني الميكس ده حلو جدا مع الليب اويل ده، تحفه. هاتوه ما تستخسروش يعني. اي ليب اويل عندكم يعني هتلاقوه في السوق كده، هاتوه حلو جدا. طبعا بدمج ايه تحت عينيا بصبعي عشان الاسبونج كانت مضايقاني، لان كان فيها كده بوزه طالعه، لان ده كانت كمثرى، شكل الكمثرى، لان كانت مجموعه اسبونجات وكان من ضمنها ده شكل الكمثرى تمام. فكان طالع منها زي بوز كده. فانا في الاخر هتشوفوا عملت فيه ايه. اصلا مكنتش عارفه استخدم الاسبونج بسببها. فالحته الرفيعه دي بنستخدمها طبعا، بندمج بيها تحت العين لو عندناش سبونج رفيعه. انا عندي سبونج رفيعه وكسلت ادور عليها، وقلت بالمره اوريكم انا بعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده. خدت الروج. طبعا انا هعمل خطأ كبير دلوقتي، حطيت كميه من الروج كبيره، وفي نفس الوقت نشفت عشان كان قدام المروحه. زي ما انتم شايفين الدنيا حر جدا جدا، وطبعا شايفين الطرحه بتطير. فانا قلت ايه، اسيب الخطأ ده ان هو إيه يعني تشوفوه انتوا، ولو حصل معاكوا تصلحوه. حتى لو حصل معاك كلاينت بتاعتك برضو هتعملي الحوار ده سهل جدا، ومش هيعمل اي حاجة ولا هيبوظ الميك اب ولا اي حاجة من دي. لو انت بوظتي الحل في الموضوع ده كله، الكونسيلر او الفاونديشن انت تظبطي بيه البلاشر ويرجع زي الاول، وتفضلي تدمجي كده لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. حطيت تحت العين كمان تاني عشان كان البلاشر طلع على فوق عينيا شويه، وحطيت على البلاشر كده حاجه خفيفه. وهجيب الاسبونج في الاخر وهدمج الاسبونج. يا جماعه حللت العقد. في ناس بتحب تستخدم الفرش بس، وفي ناس بتحب تستخدم الاسبونج بس. انا بحب مؤخرا ان استخدم الاسبونج. حتى الفرشه الكابوكي ما بقتش استخدمها زي الاول. الفرشه الكابوكي تحفه جدا، بتخلي الفاونديشن يعني ايه يدخل في البشره. وانت كمان الاسبونج دي احلى حاجه برضو، ان هي بتدخل الفاونديشن في البشره اكتر من الفرشه، بحسها بتدخل الفاونديشن جوه البشره. بصوا حتى انا برضو قلت اوريكم التكنيك بتاع اللوز باودر. ان انا اي لوز باودر عندك، حتى لو بودرة تلك، البودرة التلك تحفة يا جماعة، وناعمة وجميلة، وبتدي كفر حلو ولون حلو بالنسبة لي، لان بشوفه ان هو خفيف وحلو كده، وكمان صحي مش مضر. احط على ايديا، هاخد مثلا
من الغطا واحط على ايديا وادمج زي ما انتم شايفين كده، وبدخل اللوز باودر او البودرة التلج اللي انا بحطها جوه بشرتي، عشان مع الوقت بشرتي بتفرز دهون او بتفرز عرق، فبالتالي الميك اب ما يبصش. بصوا زي ما انتم شايفين كده الثبات تحفة يا جماعة، والموضوع ده اسهل منه مفيش. جربوا الطريقة دي هتدعوني. انا قعدت بيها اكتر من 8 ساعات اللوك ده، وما اتحركش من مكانه غير لما غسلت وشي حرفيا يعني. بس وحطيت بقى تحت العين بالسبونج زي ما انتم شايفين. بصوا مكنتش عارفة احط بسبب السبونج، بعملها كده برفعها، بحاول ارفعها. بس انتوا طبعا انتوا عندكم السبونج تبقى رفيعة كده، في بوزة رفيعة من فوق دي برضو بتستخدموها لتحت العين. بس انا بقى هعمل حاجة دلوقتي، وشايفين اللي هي بتاع السفنجة دي الطويلة اللي طالعة من الكمثرية دي، هشيلها دلوقتي وهحط بيكنج تحت العين. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بعد شلتها بس خدت بقى اللوز باودر وحطيت تحت العين. ايوه كده بقى، كنت مرتاحة ومبسوطة من وقتها والله. بصوا بقى يا جماعة، انا كده كنت عملت اللوك ده ونزلت بيه بصراحة. بس انا مش بنصح حد ان هو ينزل بميك اب، تمام. انا الميك اب اللي يعني بحب احط لنفسي عشان بحب الميك اب عموما، انا اشيل ذنب نفسي، لكن انا ما بنصحش حد ينزل بميك اب. المهم فالميك اب اللي انا نزلت بيه ده، بصوا شكله حلو ازاي ورقيق جدا ازاي، وفي نفس الوقت ثابت جدا ثبات السنين. عايزه اقول لكم ان ده الهايلايتر مفيش اي حاجه. بصوا بشرتي دهنيه جدا صرف، يعني مفيش حاجه فيها ناشفه خالص. عايزه اقول لكم ان هو ثابت جدا جدا. بصوا بالبودره التلج بتاعت الاطفال، تخيلوا. بصوا الشكل، بصوا المنظر حلو جدا، ولا في اي فلتر ولا في اي حاجه، لان تليفوني طبعا انتوا عارفين معفن جدا وتصويره وحش جدا. بس بصوا حلوه جدا ازاي الميك اب وقعد وثبت. انا دلوقتي كنت نازله مثلا حوالي الساعه 3، كنت عامله الميك اب 2 الساعه 2 بالظبط او 2 ونص، ونزلت وطلعت دلوقتي الساعه 12، يعني الساعه لسه طالعه من شويه، من حوالي ساعه ولا حاجه. وبصوا اللوك تحفه جدا ومفيهوش اي غلطه. بصوا حتى حواجب ثابته زي ما هي، مفيش اي حاجه اتحركت مكان ما عاملاها، لان انا عاملاها مثبت حلو جدا. وطبعا في تركايه حلوه جدا لو عايزين تعرفوها للحواجب، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وهقول لكم عليها، لان التركايه دي تحفه جدا جدا، مش اي حد هيقول لكم عليها. وكمان ثباتها يعني يعني هتضمنوا الحاجه اللي انتوا هتجيبوها بس ب10 جنيه، وهثبت لكم الحواجب دي بطريقه بيرفكت جدا. يعني انا الحاجه اللي انا جايباها كانت ب10 15 20 على حسب الناس اللي بتبيعها. بس كده. اشوفكم فيديو ده على خير، وسيبوا لي كومنت حلو برايكم، وهعمل لكم طبعا فيديو اللوك الشادو بقيه تكمله الفيديو جاي ان شاء الله. بس كده اشوفكم فيديو ده على خير. انا اكلت وشربت، وبصوا شفايفي الروج ما اتحركش وثابت جدا. وبرده التركات دي هتبقى برده فيديو بتاع الاي شادو، انتظروه. وهعمل لكم تركايه حلوه جدا برده للشفايف، وكمان تثبيت الحواجب. وعايزه برضو اقول لكم حاجه، التصوير بتاع الفيديو غير تصوير الصورة خالص. تصوير الصورة عندي في الفيديوهات بتشوفوها مختلفة شوية عن الفيديو. ليه بقى؟ لان انا الصور عندي بتطلع اوضح واحسن والوانها احلى اكتر من الفيديو بيبهت الالوان، بيخلي الالوان مش واضحة قوي، بيخلي حتى الاضاءة بيخليها غامقة شوية، مع ان الاضاءة تبقى فاتحة وكده قصاد عينيا، ولكن ما بصور ببص الاقي الاضاءة غامقة، ولكن مع الصورة بتبقى افتح من الفيديو. فاستحملوني الفترة دي معلش يا جماعة. وبس كده، قولي رأيكم في اللوك، واشوفكم في فيديو على خير. مع السلامة.